بيبدأ فيلمنا باستغاثة من سفينة أزغردية وإنهم مش سفينة حربية ومحتاجين مساعدة. بعدها بنشوف فيها زينوس وأتباعه احتلوا سفينة ثور وكايل عشان ياخدوا منهم مكعب الفضاء، واللي بيكون مع كايل وبيكونوا ماسكين ثور وبيهددوا إما المكعب وإما حياة ثور، فبيحاول ثور يمنعه بيقول له إن الحجر مش معاهم، فبيبيعوا كايل وبيخرج الحجر وبيقول له اقتله وخد الحجر. فبيبرطم كده وبياخد الحجر فعلا، وبيبقى كده معاه حجر القوة والفضاء. وبعدها كايل بيحاول يتقرب من زينوس ويغدر بيه لكن بيفشل وبيتضرب، وبيحاول هالك يدافع لكن بيفشل. وبعدها بيؤمر زينوس أتباعه إنهم يلاقوا الأحجار الفاضلين عشان يقدر ينفذ خطته ويخرب السفينة ويمشي. بعدها بيحاول ثور ينقذ أخوه لكن بتنفجر السفينة وبيطير منها هالك وبينزل الأرض عند اتنين تانيين من الخارقين اللي هما دكتور سترينج وهانج، وبيبلغهم ان زينوس آت. وبعدها بنشوف ايرون مان مع مراته بيخططوا لحياتهم مستقبلا وإن جاب طفل، وبيفاجئوه سترينج وهانج بخروجهم من بوابة زمنية عشان ياخدوا معاهم وإن الحرب جاية، وبيباركوا له على الجواز. فبعدها بيقول ايرون لمراته انها ترجع البيت وهو هيشوفهم عايزين ايه ويحصلها على طول. وبعدها بيبدأوا يتجمعوا الخوارق الأربعة ايرون وهانج وسترينج وبروس، ويبدأوا يحكوا لبعض قصة الأحجار الأزلية إنهم نتجوا عن انفجار قديم للكون وكان عبارة عن 6 أحجار: الزمن والفضاء والقوة والواقع والروح والعقل. وبيكون حجر العقل والزمن متحافظ عليهم مع 2 من الخوارق، وبينضم لهم سبايدر مان لما بتنزل السفينة الفضائية بتاعته تبع زينوس للأرض. وبتدور بينهم معركة ملحمية وبتكون عشان يسيطروا على حجر الزمن اللي موجود مع دكتور سترينج. الساحر ما بيقدرش خادم زينوس ياخده منه لأنه معمول بتعويذة، فبيضطر ياخد الساحر كله وبيبدأ يطلع بالسفينة وبيلحقوا سبايدر مان وايرون مان. في الوقت ده بيكون بروس بيحاول يخرج هالك من جواه عشان يحضر المعركة، ما بيرضاش، فبيضطر يتصل بستيف روجرز وفريقه عشان يبلغوا انهم محتاجين مساعدته. في الوقت ده بيكون ستيف في سفينته مع الفريق بتاعه ومش عايزين يردوا على الاستغاثة لكن بيردوا بعد نقاش وبيروحوا للإغاثة. بمجرد ما بيعدوا البوابة بيقابلوا بقايا انفجار سفينة أسغارد، وثور بيكون سارح في الفضاء وبيخبط في السفينة بتاعتهم، فبياخدوه معاهم وبيحاولوا يعالجوه بعد ما بيعرفوا انه لسه عايش، وبيصحوه بيعرفوا منه إيه اللي حصل للسفينة بتاعته. وبتقول لهم جامورا ان زينوس كان حلمه انه يستحوذ على الأحجار ال6 وانه لو اخدهم هيقدر يدمر العالم بغمضة عين. وبيسألها ثور عرفت ازاي، وبيعرف انها كانت بنته بالتبني، فبيعذرها ثور على حزنها وبيقول لها على اخته بالتبني اللي طعنته في عينه بالسكينه وانه مقدر الالم اللي هي فيه. بعدها بنروح لفيجن وواندا وهما بيتمشوا بيهاجمهم 2 من اتباع زينوس عشان يستولوا على حجر العقل اللي مع فيجن. بيتعرضوا للاذى وبيجي كاب والفريق بتاعهم ينقذوهم، وبيضطروا اتباع زينوس انهم ينسحبوا بعد ما بيتقتل واحد منهم. وفي الطياره عند كاب بيقولوا ان كان بينهم اتفاق انهم يبعدوا عن المخاطر وما يتعرضوش للاذى، وبعدها بيروحوا بيتهم اللي هي مجمع المنتقمين. بنرجع لجامورا في ذكرياتهم عن يوم ما هاجم زينوس موطنها وقتل نص عشيرتها ومن ضمنهم أهلها، وساب الأطفال بس على قيد الحياة لكنه حبها وشاف فيها القوة فادها هدية وأخدها معاه. وبعدها بتقول لستيف إنهم لو واجهوا زينوس وقدر ياخدها يقتلوها لأنها عارفة حاجات لو عرفها زينوس هيدمر العالم كله، وبتخليه يوعدها بده. وفعلا بتحصل المواجهة وبيكون زينوس قدر يوصل لحجر الواقع وبيكون مجهز لهم مشهد له عشان يشتتهم ويقدر يأثر جامورا، وبيقول لهم انه كان عارف انها هتيجي وكان مستنيها وبيمسكها وبيحاول ستيف ينقذها ويقتله، لكنها بتقول له يقتلها هي زي ما طلبت منه، لكن زينوس بيفشل الخطة وبياخدها ويمشي بحجر الفضاء. بنرجع لمجلس تجمع المنتقمين وبيرجع كاب وفريقه وبيكون في اجتماع للوزراء وبيعارضوا تدخل كاب في المعركة وانهم عايزينه سلاح آمن، لكن بيعترض عليهم وبيقفلوا الاجتماع. وبيجي بروس وبيقرر فيجن انه هيدمر الحجر عشان ما يقدرش ياخده منه، والطريقة الوحيدة لتدميره بتعرضه لإشعاع أقوى منه وده هيموته شخصيا. وبتعترض واندا وبروس على الفكرة وبيقرروا يطلبوا المساعدة من جبل واكاندا، وهناك بيكونوا بيحاولوا يجهزوا الذئب الابيض للقتال وبيعملوا له دراع بدل دراعه اللي اتقطع، وبيسأل الذئب الابيض فين المعركة بيرد انها في الطريق ليهم. وبنروح للسفينة الفضائية وهناك بيحاول خادم زينوس انه يستولى على الحجر لكن سبايدر وايرون بينقذوه منه وبيحاولوا يرجعوا بالسفينة تاني، لكن بيقرروا يغيروا رأيهم ويسيبوا السفينة ماشية في نفس طريقها ويروحوا لزينوس.
وعند جمورة بيكون زينوس بيستجوبها على حجر الروح وبيقول لها إن هي خذلته وإنه كان عايزة تمسك الحكم بعده، عشان كده أنقذها من الموت وهي طفلة، وإنه حبها فعلا لأنه اعتبرها بنته. بترفض جمورة تقول له حاجة، بيضغط عليها أكتر وبيخليها ترشده للحجر وإنه على كوكب فورمير. بعدها بنروح لثور وهو بيحكي للريبان على اللي حصل لأهله وكوكبه، وإنه فقد أهله وكل أصحابه وإخواته، وإن أخوه مات مرة قبل كده لكن المرة دي حقيقية، وإنه بقى من غير أهل، وإنه عايز يروح لصديقه القزم عشان يعمل له مطرقة غير اللي فقدها ويحارب بيها زينوس. فبيقرر ريبان إنه يساعده وبيديله عين هدية كان سرقة من حد اتحداه وغلبه في قمار عشان يشوف كويس، وبيقول له مش هتقدر تحارب زينوس بعين واحدة. وبيروحوا للنجمة بتاعة مصنع الأقزام وبتكون النجمة مطفية، وهناك ما بيكونش في حد خالص غير قزم واحد بيحاول يهاجمه لأنه معتقد إن أسغارد اتخلت عنهم، لكن ثور بيقول له إنها اتدمرت. فبيحكي له القزم على اللي حصل وإن زينوس راح لهم وأجبرهم إنهم يعملوا له القفاز اللي قادر يسيطر على قوة الأحجار وبيتحكم فيها مقابل حياتهم. ولما نفذوا طلبه قتلهم كلهم ما عدا واحد قطع إيديه بس عشان ما يعملش أسلحة تاني. بيهديه ثور وبيقول له إنهم قادرين يعملوا المطرقة بعقله مش بإيديه وإنه مازال قادر يساعدهم. وبعدين بيوصل سترينج وآيرون وسبايدر لكوكب تايتين، وهناك بيهاجموهم ستيف ودراكس وتينا النحلة على أساس إنهم مع زينوس، لكن بيكتشفوا في الآخر بعد الضرب إن هدفهم واحد وهو قتل زينوس، وإن بينهم صديق مشترك واللي هو ثور. وفي الوقت ده بيكون ثور راح مع القزم لقلب النجم عشان يشغلها تاني ويقدر يصنع سلاحه. وبعدين بنشوف ايرون وستيف بيتناقشوا في خطة عشان السيطرة على الأحجار لكن ما بيقدروش يتفاهموا. وفي الوقت ده بيكون سترينج سارح في المستقبل عشان يشوف أكتر من نسخة لنهاية حربهم ومنها يعرف أي طريقة هتكون أنسب، وبيصدمهم لما بيقول إن ولا نسخة من النسخ نافعة والنتيجة واحدة. وبعدين بنروح لجامورا وزينوس على كوكب فورمير وبيقابلهم ريد سكول وبيكون عارفهم وبيقول لهم انه بيعرف كل الكائنات اللي بتنزل على كوكبه. بيسألوا زينوس على الحجر بيقولوا ان الحجر موجود وانه ما قدرش يمتلكه ومبتلى بانه يرشد الناس للكنز اللي هو ما قدرش ياخده لان له تمن ومش اي حد يقدر عليه. ولما بيوصلوا للحجر بيقولوا ان تمنه روح قصاد روح، لازم يخسر حد بيحبه عشان ياخد الحجر. وهنا بتضحك جمورة بتقول انها اتمنت طول عمرها تشوفه بيتعذب، ودلوقتي الكون هو اللي بيعذبه وده لانه عمره ما حب حد ولا حاجه. لكن بيلف لها زينوس وبيكون بيعيط، بتستغرب عياطه لكن ريد سكول بيقول لها انه ما بيعيطش على نفسه، فبتفهم وبتحاول تقتل نفسها قبل ما يضحي بيها هو وياخد الحجر. لكن بيقدر بحجر الواقع يغير السلاح وبيمسكها وبيقول لها انه تجاهل قدره مرة لكن مش هيقدر يتجاهله تاني عشانها وانه فعلا حبها، وبعدين بيضحي بيها ولما بتموت بيجيله الحجر. بنروح واكاندا وبيكون وصلوا هيئة المنتقمين وبيرحب بيهم الملك وبيقدم لهم صديقهم الذئب الأبيض. وبعدين بيروحوا لأخت الملك عشان تساعدهم في خلع الحجر من فيجن وبتقول لهم إنها تقدر لكن محتاجة وقت. وبيوصلوا لأتباع زينوس وبيعرفوا إن مفيش قدامهم وقت كبير، وبيخرج كابو وملك واكاندا عشان الهجوم ووصل لهم، وبيدي الملك أوامره لحراسه إنهم يشغلوا كل آليات الدفاع والهجوم وبيجيبوا دروع الضيوف. وبتكون القائد للهجوم هي مونيا اللي واجهوها قبل كده وانسحبت، وبتكون المرة دي جايبة وحوش كتير من المستعمرات عشان تهاجم بيهم واكاندا. ولما بتشوفها سيراي بتسألها عن صديقها اللي هي قتلته، فبتقول لها مونيا هتدفعي تمن حياته حياتك. وفعلا بدأ الهجوم لكن الدرع الحامي لواكاندا بيصعب مرورهم لكن بيعدي منهم جزء وبيبدأوا يتوزعوا على أنحاء الدرع. فبيقرر الملك إنه يفتح لهم باب ويوجههم له ويحاربهم من قدامه عشان ما يتوزعوش على الدرع كله. في الوقت ده بيكون ثور بيحاول يشغل النجم عشان يعمل سلاحه لكن الحلقات مش بتثبت، فبيضطر يمسك الحلقات لحد لما يشتغل. بيحذروا الريبان ان ده اسمه انتحار لكنه بيصمم على رأيه، ولما بيشتغل النجم بيضرب ثور بصعقة برق بتفقده الوعي وبيضرب السلاح كمان. بيدور القزم والريبان على ايد للفاس الجديدة لكن بينمي جروت ايديه وبيعمل منها ايد للفاس قبل ما يبرد، وبعدها بيبدأ يفوق ثور بضعف قدراته اللي اكتسبها من البرق وبينضم للمعركة في واكاندا وبيسأل على زينوس. وفي نفس الوقت بيكون زينوس رجع لتايتن وبيكون سترينج قاعد مستنيه والباقيين ناصبين له فخ وبيسألوا عن سبب تجميع الأحجار. وبيبدأ زينوس يقول له إن الكوكب بتاعه كان بيعاني من الجوع والانقراض، ولما اقترح فكرة الإبادة اللي هتقلل عدد سكان المستعمرات للنص وده هيخلي الأكل يكفي الكل، نبذوه واعتبروه غبي وما عندوش رحمة وما ينفعش يبقى حاكم. وقرر بعدها إنه هيحكم بالقوة وهينفذ فكرته عشان نص العالم يعيش حر وتنتهي أزمة الجوع والانقراض. وهنا بيبدأوا يهاجموه
هما الستة وبيضربوه بعض كتير، لكنه بيستخدم الأحجار في الدفاع والهجوم، ما يقدروش يتغلبوا عليه إلا لو ثبتوا حركة إيده عشان ما يتحكمش في الأحجار، وفعلا بيحاولوا يعملوا ده. وبتيجي تينا النحلة بتحاول تخدره وتدخل لعقله، وفي الوقت ده بيحاولوا يشيلوا القفاز من ايديه، لكن قبل النهاية بحاجات بسيطة بيجي ستيف وبيسألوا عن جامورا، فبيبكي وبتقول لهم النحلة انه في حالة حداد وحزن، بيسأل بنكران كأنه مش عايز الحقيقة دي. لكن بتيجي لوريا اخت جامورا وبتقول له انها اخدته الكوكب فورمير، وهناك اخد الحجر وساب جامورا لان تمن الحجر روح قصاد روح. بيتصدم وبيهاجموا رغم رفضهم لهجومه، وبيرجع زينوس لوعيه تاني وبياخد القفاز منهم وبيضربهم كلهم، بيقول انه كان مضطر يضحي ببنته رغم حبه ليها. وبعدها بيحاول يقتل ايرون، لكن سترينج بيساومه انه يعفى عن حياته، في المقابل هيديه الحجر وبيسيبه، وبياخد الحجر من سترينج وبعدها بيسيبهم وبينزل الارض. بيسأل ايرون سترينج ليه ضحى بالحجر، فقال له مفيش اي حل تاني وانه دي النهاية الوحيدة، مفيش هروب. في الارض بينزل زينوس وبيكون المنتقمين خلصوا على الهجوم وتعبوا، وعلى الأرض بنكتشف إن خطة مونيا كانت إنها تبعد واندا عن فيجن عشان يعرفوا ياخدوه، وفعلا بتنجح خطتها. لما بتهاجم بالتروس بتنزل واندا للمعركة عشان تنقذهم، فبيدخل تابع مونيا عشان ياخد فيجن من المعمل، وبيحاولوا يمنعوه الحراس والدكتورة لكن ما بيقدروش، وبيضطر فيجن ينزل المعركة قبل ما يتشال الحجر من دماغه. ولما بينزل بيترجى واندا انها تضحي بيه، وان ده الحل الوحيد لتدمير الحجر قبل ما زينوس ياخده، وانهم يضحوا بروح واحدة احسن ما يضحوا بنص سكان العالم والخسارة القريبة. يعني بعد تردد بتقرر انها تدمره باشعاع من ايديها، وفعلا بتلحق تدمره قبل ما يوصل له زينوس. ولما بيتدمر بيقول لها زانوس انه حاسس بيها ومقدر حجم التضحيه اللي هي قدمتها وانها قويه عشان قدرت تعمل كده، وبيقول لها ان الزمن بقى في ايديه وبقى قادر ياخد اللي هو عايزه. بتمنعه لكن بيرجع فيجن والحجر تاني وبياخد الحجر من راسه، بيبقى امتلك قوه الاحجار الازليه السته. وطبعا ثور جه متاخر وحاول يهاجمه، وفعلا بيقدر يسيبه بالفاس في صدره. بيتأذي بس بيقول لثور كنت لازم تصيب الراس مش الصدر، وانه اذاه لكن فشل في حماية اي حاجة، وبيشغل حجر الفضاء وبيمشي. وبعدها بينفذ خطته وبيدمر نص سكان الكواكب والنجوم كلهم، واللي بيقع عليه الاختيار بيتحول لغبار في لحظات وبينتهي وجوده في العالم. وبنعرف من سترينج ان هي دي النهاية اللي كل النسخ وصلت لها في الاخر، وعشان كده لما ما قدرش يمنعه اداء الحجر مقابل حياة ايرون. وبيروح زينوس لخياله بيشوف بنته جامورا وبتسأله خلاص كده نفذ وقضى على نص العالم، فبيقول لها انه كان مضطر لده وان القرارات الصعبة محتاجة إرادة قوية، وبيبكي وبينتهي الفيلم بتاعنا على كده.